مصر هي أم العالم العربي كله، وخاصة اللي في الخليج. تخيل يا صديقي ان الشيخ زايد الله يرحمه كان بيروج لفكرة ان مصر اصلا ما ينفعش تكون تابعة لاي دولة عربية تانية. انا قلت لك الفرد مو مثل الجماعه. قلت لكم في كل حاجه الفرد لا ينتبع، انت تنتبع جماعه. ما ينفعش الجماعة تتبع الفرد، طب ما كل دولة بشعبها وجيشها جماعة، لكن لما تكون مصر في المقارنة هي بتصبح الجماعة واي دولة عربية تانية تصبح فرد، لازم الفرد هو اللي يتبع الجماعة. الشيخ زايد نفسه هو اللي كان بيروج للفكرة ان اي دولة عربية فرد ومصر جماعة، لازم اي دولة عربية تتبع مصر. الشيخ زايد بقى الله يرحمه هيفهمها لك بمثل بسيط. وينك وين 65 مليون وسكان فندق واحد؟ وينك وين 65 مليون وسكان فندق واحد؟ ان تعداد مصر ساعتها كان 65 مليون، وبالمقارنه مع اي دوله عربيه تانية تعداد الدوله العربيه التانية ده بالمقارنه مع مصر هيصبح كمثال كعدد سكان فندق. طبعا ساعتها هو كان بيتكلم على دوله خليجيه بعينها، ولكن المثال بينطبق على كل الدول العربيه. مصر هي الجماعه وكل الدول العربيه فرد، والفرد لازم يتبع الجماعه، وده مش عيب، ده عرف اصيل من اعراف العرب، والدليل ان بيعلمه لنا الشيخ زايد. وعلشان التوصيف طالع من القلب مش كلام بيتقال قدام الكاميرات، اسمع الشيخ زايد زودنا من الشعر بيت وقال ايه. مصر تاويهم، مصر ترحمهم، مصر تعلمهم تعطيهم علم لما هم بيتكلموا به ولما هم بيسعون فيه.